السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في ده هوريكم كيفية صنع بقلمة تاخدها معاك المدرسة. طبعا هستخدم الأول علبة كنز وقطر يا إما سكين نقطع بيها علبة الكنز، وأي حاجة نزين بيها علبة الكنز. وهنوريكم الأدوات اللي هنستخدمها. هستخدم علبة كنز زي كده، علبة كنز تكون زي كده. اي علبة كنز ماشي. وهنستخدم ده لا لزق زي كده. اي لزق نزين بيه علبة الكنز اللي هي دي. اي لزق نزين بيه علبة الكنز اللي هي دي ماشي. فهنستخدم اللزق اللي هو ده اهو ماشي. هنستخدمه وهنستخدم قطر يا اما سكين، اي حاجة نقطع بيها علبة الكنز. فانا هستخدم سكين. طبعا هي دي الادوات. هستخدم زي ما قلنا لزق وسكين علبة كنز، هي دي الادوات. يلا نعمل الاختراع اللي هو المقلمة. طيب يلا نشوف. اولا هناخد علبة الكنز وهنقطعها بالقطر الحتة دي كده. من الحتة دي ماشي. هستخدم طبعا السكين ماشي. ويلا نقطع. والحين هنقطع زي ما قلنا بالسكين من الحتة دي كده ماشي. فانا هقطع وارجع لكم تاني. وكده نكون قطعناها بالطريقة دي. نغسلها كويس عشان المشروب اللي فيها ماشي. زي كده كده قطعناها باستخدام السكين ماشي. فالحين هنستخدم اللزق عشان نزينها ماشي. والحين جبنا اللزق اهو ماشي. وهنلزق الحين. وكده نكون لزقناها بالطريقة دي باستخدام اللزق اللي هو ده. صارت سودا زي كده. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ودي هي دي المعلمة ماشي. لونها اسود ولزقناها من فوق عشان ما تعورش زي كده ماشي. فكده انا فاضل التجربة بس. انا هنجرب الحين ماشي باستخدام اللي احنا صنعناها دي. طبعا لو عجبك الفيديو متنساش لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.